الديلر. من هو الديلر؟ ناس كتير اول ما بتسمع كلمه الديلر ديت بتتخض، تقول لك ديلر يبقى انت كده داخل في سكه مخدرات وبتاع، ومعروف ان هو اللي بيجي بالمكنه ده وعبده الكرف من الاخر كان ديلر. ولكن ديلر عندنا في كلمه البيزنس او في المانجمنت عموما هو الراجل اللي موجود كهمزه وصل ما بين المصنع وما بين الاند يوزر اللي هو الكلاينت او الكاستمر اللي هو العميل النهائي. وبالتالي الديلر هو شخص اساسي موجود معايا في العمليه الخاصه بعمليه التوزيع للمنتجات بتاعتنا، سواء كانت المنتجات اللي احنا بنبيعها ديت مثلا حاجات بالوحده زي العربيه مثلا كده، او اف ام سي جي اللي هي الريتيل، حاجات اللي هي الكتيره زي مثلا الورقيات او غيره. لازم يكون في ديلرز موجودين في الحلقه الخاصه بالتوزيع. فالديلرز دولت لو جيت فرقت ما بينهم وما بين الديستريبيوترز اللي هم الموزعين، هتلاقي ان الموزع بيوزع حاجات بسكيل كبير. فيقول لك مثلا واخد توزيع حصري لشمال مصر، لغرب الدلتا، لشرق الدلتا، لغرب القناه، لصعيد مصر. تبص تلاقي بياخد مساحه كبيره من مصر مثلا او من اي دوله هو شغال فيها، لان دي بيكون اسمها التريتوري اللي هو المنطقه اللي هو استحوذ عليها كراجل موزع حصري. طب الراجل الموزع ده بياخد كميات كبيره وبيوزع على مين؟ بيوزع على الديلرز، بيوزع على الهول سيلرز اللي هم تجار الجمله، بيوزع على الريتيلرز، وبيوزع كمان للاند يوزر اللي هو الكاستمرز او الكلاينتس اللي هم الناس النهائيين المستخدمين لهذا المنتج، صح؟ طب الديلر بقى هنا برضه بياخد منتجات يا اما من المصنع مباشره، زي مثلا شركه مرسيدس كده لما بتدي لديلر معين بعض العربيات، عربيه 2 3 4 عشان يبيعها مباشره للكاستمرز النهائيين، او ان هو بياخد من الديستريبيوتر اللي واخد توزيع حصري من الشركه ويقوم بالتوزيع. طيب هو ليه موجود اصلا؟ الراجل ده وجوده في السلسله ديت مهم قوي لسبب بسيط جدا، ان الراجل ده الكميات اللي بياخدها بتكون صغيره مقارنه بالديستريبيوتر اللي هو الموزع. الحاجات الصغيره اللي هو بياخدها ديت بتبني علاقه قويه قوي مع الكلاينتس. ليه بقى؟ لانه دايرته صغيره، فلما بيدخل في علاقات مع الكاستمرز بتكون علاقات قويه. الناس النهارده بيبني معاهم تراست عالي قوي، لا ثقه متبادله ما بين الافراد عاليه جدا، وبالتالي بينجح في عمليه التوزيع اكتر من الديستريبيوتر. هامش ربحه اعلى من الديستريبيوتر، ولكن الكميه اللي بيبيعها بتكون صغيره مقارنه بالديستريبيوتر اللي هو الموزع. فكلمه ديلر في البيزنس مش دايما وحشه. كلمه ديلر في البيزنس هو حلقه اساسيه لوصول المنتجات بتاعتنا للاسواق.